السلام عليكم. اهلا بكم في قناتي المتواضعة طبخة وشنطة مع هبة. يا رب قناة تكون خفيفة على قلوبكم. النهاردة هنعمل مع بعض شنطة العيد لبنتي حبيبتي، جايبه لها طقم جميل كده وهي عايزاه له شنطة، فانا عملت لها الشنطة التحفة دي على قد الموبايل. يا رب تكون كده شكلها عاجبكم. خليكم معايا بقى لاخر الفيديو، واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ونسمي الله ونبدأ الفيديو مع بعض. معايا خيط مكرمية مصري وولاعة وإبرة درجة 4.5. وبعتذر لكم جدا ان في مقطع في الفيديو هيبقى مقطوع، انا اسفة مضطرة ان انا اشرحه لكم بالكلام، معلش التصوير خني. قبل حاجة نسمي الله، هبتدي مع بعض 13 سلسلة. 13 سلسلة تمام كده. صلوا على النبي يا جماعة. هبني عليها غرزة حشو، هبني عليها غرزة حشو لآخر السطر. وصلنا لآخر السطر، اخد سلسلة والف الشغل واخد برضو غرزة حشو، بس في الغرزة الخلفية زي ما انتوا شايفين. ادي الغرزة في بناخد اللي من ورا تمام كده برضو لاخر السطر، واخد سلسلة بعد ما وصلنا لاخر السطر برضو والف الشغل، ونفس الحكاية الغرزة الخلفية هبني عليها غرزة حشو لحد ما اوصل للارتفاع اللي انا عايزاه. طبعا كل واحد وعلى قد حجم الشنطة اللي هو عايزها. انا عملتها عرض 13 القطعة المستطيلة دي، والارتفاع تقريبا بتاع 6 أو 7 سنتي تمام. هعملها بنفس فكرة الشنطة المطرقعة اللي كانت من بواقي الخيط الالوان كتير دي، بنفس فكرة الشنطة اللي هي القوقعة من الجناب، بس بدل ما تبقى الجزء اللي من في النص دايرة شكل دائري، لا هنعمله شكل مستطيل زي ما انتوا شايفين. انا عملت القطعة دي وهعمل قطعة زيها بالظبط، نفس الحجم ونفس الارتفاع بالظبط. هو ده المقطع بقى اللي فاتنا، ان انا ما وريتكوش هشبك ازاي قطعتين المستطيل قصاد بعض. احنا في الدايرتين عملناهم 11 سلسلة، وعملنا 2 منزلقة 7 حشو في النص و2 منزلقة من الطرف. لا هنا هيبقى العكس، 7 سلسلة تمام، بس هاخد الطرف 1 منزلقة و5 حشو. ادي 1 ادي 2 ادي 3 4 5 برضو الغرزة الخلفية 1 منزلقة تمام. وهشبك بقى في القطعة المستطيلة بمنزلقة برضو، وهاخد سلسلة والف الشغل، ونفس الحكاية اكررها 1 منزلقة في الطرف ده و1 منزلقة في الطرف الجنب التاني و5 حشو في النص. يبقى كده 7 سلاسل معانا. انا كده خلصت اهو. لما وصلت معانا للشكل ده هعمل اخر سطر برضو معاكم 1 منزلقة بعد ما انا طبعا ارتفعت بسلسلة. ادي منزلقة الغرزة الخلفية تمام، حشو ادي 1 2 3. متأسفة يا جماعة على عدم جودة التصوير، اسفة طبعا. وادي كده المنزلقة كده انا خلصت تمام. انا عايزة ارتفع بالشنطة بتاعتي شوية، هاخد الشنطة داير ما يدور بغرزة حشو لحد ما اوصل للارتفاع اللي انا عايزاه. داير ما يدور بقى، مش هاخد الشغل وارجع بيه، لا هلف على الشنطة داير ما يدور لحد ما اوصل للارتفاع اللي انا عايزاه.
اهي، وبرضو من الغرزة الخلفية. تمام. يا رب يكون شرحي واضح لكم. خلص كل للشنطة داير ما يدور، وبرضو على حسب الارتفاع اللي انتوا عايزينه. انا هرتفع بمقاس معين بنتي طالباه على قد الموبايل فقط لا غير. اهو زي ما انتوا شايفين كده. موضوع طلب كوباية شاي بقى يا جماعة. انا خلصت كده الارتفاع اللي انا عايزاه، وصلت لاخر سطر. هبتدي اعمل الدراع منها فيها، فبنتي طالباها دراع رفيع جدا، فهعملها يا دوبك سلسلة. وطبعا الارتفاع بقيت اقيس عليها اللي هي عايزاه، حجم طول الدراع اللي هي عايزاه. بس كده. هشبكه من الناحية التانية، وده الارتفاع اللي احنا عايزينه زي ما انتوا شايفينه، العرض اللي احنا عايزينه. ادي كده خلصناه. وادي الدراع بسيطة خالص، هي شنطة صغنونة جدا. هعمل بقى قلاب للشنطة. تعملوها مستطيلة كلها بغرزة حشو، تعملوها مستطيلة، تعملوها بيضاوية، تعملوها زي اي شكل انتوا عايزينه. تمام. انا عملتها زي فيها دوران بسيط من قدام، كلها بغرزة حشو زي ما انتوا شايفين اهي. بسم الله ما شاء الله تحفة. طبعا عند الدوران ده بعمل تزايد، عند الدوران ده بعمل تزايد عشان خاطر القلاب ما يبرمش معايا. يعني في كل مثلا غرزة باخد وحدتين حشو اهو. خلاص كده عملت الدوران. ابتدي بقى عادي ما اعملش تزايد خالص، في كل غرزة حشو اهو. يا رب تكون واضحة كده قدامكم اهي. هتبقى بالشكل ده. خلص الشغل كله كده، انا خلصتها معاكم. هنضف القلاب بتاعي، اقصه من اي خيط زيادة بالولاعة. طبعا انتوا عارفين ان انا بحب اشتغل بالولاعة. صلوا على النبي يا جماعة. وده القلاب بتاعي. تمام كده. دي الشنطة بتاعتي. انا هجيب الابرة اللي انتوا شايفينها تحت دي بلاستيك، هي تخينة شوية، خاصة بالكروشيه. هلضم فيها خيط المكرمية بتاعنا عشان اخيط القلاب في الشنطة زي ما انتوا شايفين. في منها معدن برضو على فكرة، وفي منها احجام. هشبك القلاب في الشنطة، خيطه كويس جدا، واضغط عليه عشان خاطر ما يفكش معايا. بعد ما خيطته الخيط الزيادة ده هلسعه كده بالنار وهلزقه في قلب الشنطة. تمام كده. معايا سكوتش عادي خالص. انا مش المرة دي مش هعملها ب الكليبسة او الكبسونة المغناطيس، لا اعملها بالسكوتش اللزق ده. وبرضو بنتي هي اللي طالبة. وعلى فكرة انا ما بطنتش الشنطة دي، بس انا اما بطلعها بره او اعملها لاي حد ببطنها، بس برضو بنوتي قالت لا ما تبطنهاش ليا. ودي كانت دلاية اكسسوار سلسلة قديم، لقيتها جميلة ولايقة على الشنطة، قلت اركبها برضو تدي شكل جميل كده. وكان عندي خرزة خشب على خرزة كريستال، ركبتها برضو في الدراع كده تدي منظر. ودي الشنطة من جوه بسيطة وجميلة وسهلة ولونها تحفة. وادي الموبايل دخل فيها بطريقة بسيطة وسهلة. وادي الدلاية اللي انا عملتها على الجنب بالخرزة الخشب والخرزة الكريستال، تحفة. بسم الله ما شاء الله نتيجتها طلعت روعة. يا رب تكون جميلة وعجبتكم، والسلام عليكم.